اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. وأثني بحمد موارد سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الجرر الكريمة والجبال. واستمنح الله تعالى رضوانا يحص العترة الطهيرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسم الشريف قد تعلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نصيم صبا. وكسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حلالا سندسيا وعينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جناء. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وقرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه. تباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتزت العوالم من السرور كالسحمية. وبشرت الجن بإذلال زمنه وانتكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاء. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية
وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية، ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية، وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه، حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله ومحيا كالشمس منكبدي أسفرت عنه ليلة ضراء،
ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بودعه ابنة وهب من فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأدراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليه ووباء وتوالت بشرى والحواتف بأن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة ذو رواية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاء وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجوم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاع مكة دار ومبنى وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكا وسواه وسقط 14 من شرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعرى وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية بطلوع بدره المنير وإشراك محياه وضادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية وجفت تلك الكواكب موجي السجاج ينابيها تلك المياه وفاد وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقل للزمان لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراس المكية والبلد الذي لا يؤدد شجره ولا يقتلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية
التي اعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى، فأرضعته مع ابنها مسروع وأبي سلمة وهي به حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صغار. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إلينا من المدينة بسلة وكسوة هي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح ووارى. قيل على دين قومها الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندى وهكاه. ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل من القوم ثديا لفقرها وأباه، فأقصب عيشها بعد المهل قبل العشية، ودر ثديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه. وأصبحت بعد الغزال والفقر غنية، وسمنت الشارف لديها والشياه، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورذية، وطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافتها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء، فحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زين بن حارث مولاه، وأدخلته على جده عبد المطلب فدمه إليه ورق له وأعلى رقيه، وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه. ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية، وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فاشبعه وأرواه. ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية، قبله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه،
قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواب وإنا لنجد نحته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم بما عناه ومعه غلامها ميسرة يقدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نستورا راهب نصرانيا فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباء ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى وقال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلاه وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماها فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه وخطبته لنفسها لتشم من الإيمان به طيب رياه فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهواه وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية وقال هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسرا فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها
لسابق سعادتها الأزلية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه، وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية، ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة، فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في العام 73 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرا، فهاجر إليهم من مكة ذو ملة الإسلامية، وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناوى. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية، فأتمروا بقتله، فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا. وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية، وأقام فيه 3 تعمي الحمائم والعناكب حماء. ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله ودعا، وساقت كوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية، وسأله الأمان فمنعه إياه. ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية، فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه، وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية، ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة، فكانت معقله ومأواه. وقدم عليه في العام 73 أو 3 أو 5 وامرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية، فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرا، فهاجر إليهم من مكة ذو ملة الإسلامية، وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناوى. وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية،
فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه. وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية، فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا. وأما غار ثور وفاز الصديق فيه بالمعية، وأقام فيه 3 تحمي الحمائم والعناكب حماء. ثم خرج منه ليلة الاثنين وهو صلى الله عليه وسلم على خير مطية، وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله ودعا. وساقت كوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية، وسأله الأمان فمنعه إياه. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية، مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا، مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية، سهل الخدين يرى في أنفه بعد حديدا بن حسن العرنين أفنى، بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضحم الكراديس قليل لحم العقب الكث اللحية، عظيم الرأس شعره إلى الشعمة الأذنية، وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وعلاه، وعرقه كاللؤلؤ وعرقه أطيب من النفحات المسكية، ويتكفأ في مشيته كأنما ينحت من سبب ارتقى. وكان يسافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية، ويدها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويضراه. يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في الليلة البدرية، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية، ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم، ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم، ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه، ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره، ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية، ولا يهاب الملوك، ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه.
ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية، ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى، ويعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية، وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى. وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام، ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية، ويتعلق أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ويمسه ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى. وها هنا وقف منا جواد المقال عن اضطراد في الحلبة البيانية، وبلغ ضاعن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى. اللهم يا باسط اليدين بالعطية، يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه، يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه، يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية، يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه، يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية، وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبعملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه، وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية، وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا، وتكفينا كل مدل همة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه هواه، وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية، وتمو عنا كل ذنب جنيناه، وتستر لكل منا عيبه وعسره وعسره وعيه، وتسجل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه، وتعم جمعنا هذا من خزائن
جناحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك ضنا. اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجاء. وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا. اللهم آمن الروعات وأصلح الراعات والرعية وعظم الأجر لمن جل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه. اللهم اجعل هذه البلدة والسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يوم انسياب سيبه السبسب ورباه. واغفر لناسي هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتماه. وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه. واستر له عيبه وعجزه وعسره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أساق إليها سمعه وأسقاه. اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود علاه. وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه. فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذب النفوس الشيطانية ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه. وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجوم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباه. وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاع مكة داره ومبناه. وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه شروان سمكه وسواه.
nawe wattona salassa akarungan nadatu kisrari wanwai almadain salassa kami namatan re nenniya porewe naibu anu syarwan wasaqata 14 min syurfatihil uluwiyah wa kusira mulku kisra lihauli ma asabahu wa ara wa qamadatin niranul ma'budat bil mamalikil farisiyah bitulu'i badril munir wa isyraqi muhayyah wa qadat buhairatu sawat wa kanat bainaha madana wa kumma minal biladil ajamiyah wa jaffat ilka fawakib mawdiyas sajjajiyah nabi wa hatikal miyah wa fada wadi samawatu ya mafazatun fi falatin wa bariyah lam yakun biha qabla ma'un yanqaw lizzamanil laha wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil 'irasil makkiyah wal baladil ladzi la yu'dadu shajaruhu wa la yuqtala khula واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفاق الأقوال لذوي العالمية بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة وبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنا وإنما ابتدي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجاه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا وقال له اقرأ فأبى وغطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى وغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطى ثم قال له اقرأ فأبى وغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقى ثم فتر الوعي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشاذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى
فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعا